مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. يعني انا مبسوط جدا النهارده ان انا اكون معاكم، بس النهارده هنتكلم شويه عن موضوع مختلف. انتوا فاكرين احنا اتكلمنا عن ايه المره اللي فاتت ولا نسيتوا؟ اتكلمنا عن الضغوط النفسيه، صح؟ يا ترى الضغوط موجوده ولا زادت ولا مشيت؟ زي ما هي ما بتتغيرش. اه. طيب، اولا انا سعيد ان انا اكون معاكم جدا. النهارده شويه هنتكلم في حاجه مختلفه بتمس الاسره، بتمس علاقتنا، خصوصا يعني بزوجنا وعلاقتي بمراتي. ان احنا كل واحد فينا بيبقى ايه، بيفكر في اتجاه، هو بيفكر في اتجاه وهي بتفكر في اتجاه تاني خالص. وهو بيقول لها انت مش فاهماني، وهي بتقول له ما انت مش فاهمني. وهي بتقول له الاهتمام ما بيطلبش، وهو بيقول لها عادي الاهتمام بيطلب، صح ولا لا؟ بس تعالوا اقول لكم قصه لطيفه. بقول لكم في شركه شركه بناء بعتت 2 من عمالها عشان يبنوا فوق سطح عماره ارتفاعها 40 دور. وهم طالعين بصوا لقوا الاسانسير عطلان. ما كدبوش خبر، وهم كلهم طلعوا خدوا معدات البناء وطلعوا ال 40 دور حوالي 600 سلمه لحد ما وصلوا لحد اخر العماره. راح واحد بص فيهم على التاني وقال له ليك عندي خبرين، خبر حلو والتاني مش حلو. قال الخبر الحلو ان احنا اخيرا طلعنا فوق سطح العماره. قال الخبر الوحش، قال له مش دي العماره، دي العماره اللي غلط، هي العماره اللي قصادها. هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط، ان احنا بعد ما بنطلع 40 دور بنكتشف ان احنا طلعنا العماره غلط. ليه؟ لان احنا بيبقى عندنا اهتمامات في الزواج مختلفه عن الصح. يعني مثلا وده بنطبقه على اولادنا. هتقولي ازاي؟ هقولك اللي انت اتربيت عليه واللي انت اتربيتي عليه بتعملي اسقاط لاولادك من غير ما تحسي. يعني انت مثلا خايفه من الجواز، فمن غير ما تحسي تنصحي بنتك كتير فتخليها ما تتجوزش، لانك انت بتخوفيها مش بتنصحيها، صح ولا لا؟ فبالتالي بيكون مخاوفنا اللي احنا عايشينها هي سبب رئيسي في فشل جيل فيما بعد جيل. يعني بص نلاقي البنت مثلا عايزينها تتجوز، وشايفين من وجهة نظرها، من وجهة نظرنا ان الشخص ده مناسب وهي مش شايفاه مناسب، وهكذا وهكذا. بس خلينا اسألكم سؤال. يا ترى مين اول سؤال، مين مسؤول عن نجاح الزواج، الرجل ولا المرأة؟ انا عارف الإجابة، الاتنين. طيب مين مسؤول عن السعادة في الأسرة، الرجل ولا الست؟ الست. ده حتى الرجاله موافقين على الست والستات موافقين على الست. انا كنت متوقع ايه الراجل. الست بطبيعتها بتدي سعاده. طب انتوا بتاخدوا سعاده ولا بتاخدوا نكد بصراحه؟ يعني بصوا، اللي مراته موجوده ما يجاوبش. تمام، بقى في من الاجابه يعني. مين يا جماعه بيدي السعاده، الراجل ولا الست؟ لا. طب ماشي، بعدين هسألكم سؤال تاني بعد كده. هو اللي بيدي السعادة للبيت طبعا اكيد طبعا فوق كل شيء وجود ربنا، بس احنا بنتكلم سيكولوجيا دلوقتي، نفسيا. اللي بيدي السعادة للبيت هو الرجل. مصدر سعادة الأسرة الرجل، ومصدر النكد الرجل. من مصدر الحب مين؟ الست. ايه، انا لسه ما قلتش حاجة. ده لسه في حاجات جاية تاني. فإذا لو البيت سعيد يبقى عم سعيد هو اللي ايه؟ شفت بقى عم سعيد؟ شفت ان انا حاسس بيك. شفت؟ عم سعيد اول واحد عايز يمشي. اذا لو البيت سعيد والولاد سعداء، واول ما يجي بابا تلاقيهم فرحانين وبابا جه، يبقى الرجل مصدر السعاده. اذا مين اللي بيعطي السعاده للاسره؟ الرجل. مين اللي بيدي الحب للاسره؟ المراه.
يبقى الرجل مصدر سعادة الأسرة والمرأة مصدر الحب في الأسرة. لو لقينا البيت متنكد يبقى مين مصدر ده؟ الرجل. لو لقينا البيت مش بيحبوا بعض ومش بيحبوا باباهم يبقى مين مصدر ده؟ الست. ومع ذلك الراجل هيدي سعادة أكتر لما يلاقي حب من الست، والست هتدي حب أكتر لما تلاقي إيه؟ سعادة من الراجل. يبقى مصدر السعادة مين؟ الراجل. مصدر الحب مين؟ السؤال التاني، في 4 معادلات للزواج فيهم واحدة بس هي الصح. ركزوا معايا. أنا زائد أنتي، يعني بتكلم الراجل زائد الست. أنا زائد أنتي بيساوي أنا، يعني إحنا الاتنين بقينا واحد. أنا زائد أنتي بيساوي أنتي، يعني بفضلك عني. أنا زائد أنتي بيساوي أنا زائد أنتي. أنا زائد أنت بيساوي نحن. فين المعادلة الصح في الأربعة دول؟ قول لي ليه؟ ليه الأولى؟ عشان جسد واحد. الأخيرة ليه الأخيرة؟ عشان إحنا الاتنين. إيه تاني؟ شكرا ميرسي. حاضر. في معادلة في الزواج فيهم واحدة صح و3 غلط. أنا زائد أنت أو أنتي بيساوي أنا. تمام؟ أنا زائد أنتي بيساوي أنتي، يعني كل واحد بيفضل التاني عن نفسه. أنا زائد أنتي بيساوي أنا زائد أنت، يعني كل واحد ليه حقوق، أنا وأنت. أنا زائد أنت بيساوي نحن. طب الأولى ماشي، مين موافق إن الأولى صح؟ حضرتك دي لا، ما احنا بنقول أنا زائد أنا مش أنانية. يساوي أنا زائد أنت يساوي أنا. الأولانية عشان بيو واحد، الأخرانية اللي هي نحن. مش هترجعوا في كلامكم صح؟ طيب الأولانية أنا بصوا، طب خلاص أنا هجاوب بقى خلاص. أنا زائد أنت بيساوي أنا، دول هيختاروها الناس الرومانسيين اللي هي معناها الانصهار، وده نوع من أنواع الزواج الفاشل، لأن هما الاتنين بينصهروا وبيكونوا دايبين في بعض، وده الحب اللي بيولع في الذرة. تمام؟ ده اللي هو ايه؟ انصهار. 2 ينصهروا في بوتقة واحدة، محدش هيفرقنا عن بعض يا عمري، وهي بتقول له محدش ومش عارف ايه وكده. انا زائد انت بيساوي انت، ده معناها ان انا بلغي نفسي عشان الاخر ومحدش بيكمل كده. صح ولا لا؟ انا زائد انت بيساوي انا زائد انت، دي جوازة ند لند، ودي جوازة بتخرب البيت بسرعة. حقوقك ايه؟ حقوقك ايه؟ واجباتك ايه؟ واجباتي ايه؟ ودي جوازة ندي وندك. ونيجي لاخر معادلة اللي هي انا زائد انت بيساوي نحن. دي اندماج وليس انصهار. ايه الفرق بين الاندماج والانصهار؟ اندماج ان احنا مجتمعين، احنا بنحفظ على كوننا واحد ومع ذلك 2. خدوا بالكم بقى في الحتة دي، لان دي ناس بتواجهها بره. لما تيجي تطلع مجتمع مختلف وتشوف مجتمع تلاقي عكس اللي اتربت عليه واللي شافته طول حياتها. حقيقة ان انا زائد انت بيساوي نحن، يعني احنا 3 مجتمعات. انا وهو مجتمع واحد، ربنا بيجمعنا جسد واحد روح واحدة. تمام؟ هو ليه مجتمعه وشغله اللي انا بحترمه وبقدره، هي لها مجتمعها شغلها اسرتها. جواز نحن مفيش حد فيهم بيلغي التاني. جواز انا او انت، واحد في بيلغي نفسه، واحد بيعمل ايه؟ بيلغي الاخر. فبالتالي نحن لازم نحافظ على كوننا. ان في ناس بتعتبر ان مع الزواج انعدمت المساحة الشخصية، وما ينفعش ان الراجل يقعد مع نفسه.
تقول هو انت اتجوزتني ليه؟ ما هو انا مش متجوزتك عشان ابص في وشك 24 ساعه، ولا هي مثلا متجوز. عجبك الكلام؟ شفت يا عم سعيد؟ وتيجي الست اللي هي عايشه بقى ايه، يعني عايشه في دور يعني اللي هو الحب بقى والاهتمام، هو ده جميل، بس فين الواقع؟ فين الواقع؟ لان اكثر شيء بيضيع الزواج اوهام الست. البنت بتعيش اوهام مش موجوده زي ما قلت لكم على ارض الواقع. تمام؟ فهل الزواج معناها ان انا ما ينفعش اقعد مع نفسي؟ اتلغت الفرديه، اتلغت المساحه الخصوصيه. يعني مثلا الراجل عنده من لغات الحب عنده الاستقلال، دي لسه نتكلم فيها، لغات الحب عند الراجل، ولسه نتكلم عن لغات الحب عند الست. طبعا انت بالنسبه لك ان هو لو قعد مع نفسه ما بقاش بيحبك، انت اتغيرت، انت ما بقتش تحبني، انت اهم حاجه نفسك. يا ستي هو قاعد مع نفسه بيختلي مع نفسه. الراجل عنده غرفه كده يسموها ايه، الناثينج روم، يعني غرفه الولا حاجه. يقعد كده قدام التلفزيون مش مركز في حاجه خالص، تيجي تعمل له كده هو مش شايف. هو بيحب الحته دي، الاستقلاليه. طيب احنا اتجوزنا وخلصنا واتدبسنا، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نرضى بنصيبنا؟ حاسس بيك يا عم سعيد. خليك تروح يا عم سعيد. في مبيت في الكنيسه، في المطرانيه مش مشكله. تعالوا اقول لكم، احنا خلاص اتجوزنا، عايزين نعرف ايه الحاجات اللي بتقتل الحب وبتقتل الزواج. خلينا اقول لكم ان في اول حاجه بتحصل شرخ، بعد كده كسر، بعد كده هدم. شرخ، كسر، هدم. الشرخ هو غياب الحوار، الهدم هو غياب الاهتمام، كسر البيت هو غياب الاحترام. تمام؟ الحوار هو روح العلاقة الزوجية. في رجالة للأسف عندهم تكميم معدة، عاملين تكميم معدة، كلمتين ورد غطاهم. بس خدي بالك طريقة الراجل تختلف، لأن احنا هنا يعني الراجل بيحب ما قل ودل، الست بتحب التفاصيل. يعني تحكي له المسلسل التركي ال 350 حلقة بعدد أيام السنة، هو الراجل عايز ينام، هو عايز يقول لك الخلاصة ايه اللي حصل. عشان كده حتى في التفاصيل تلاقي الراجل ما يركزش في التفاصيل، انت تركزي في كل تفصيلة. تيجي تقول له شفت اللي كانت جارتنا دي او اللي كانت بتزورنا امبارح كانت لابسه ايه؟ يقول لك ايه كانت لابسه ايه؟ مش فاكر كانت لابسه ايه اصلا، هو مش فاكر انها جت اصلا. انما الست عندها اهتمام بالتفاصيل، الراجل ما ياخدش باله منها. الراجل عنده الكونكلوجن اللي هو ايه؟ التلخيص. بس المفروض يوميا ناخد تدريب في البيت ان احنا نتكلم من نص ساعة لساعة، ونمشي كل يوم من نص ساعة لساعة. اي شيء، مش لازم. لا يعني مثلا نسترجع ذكريات الخطوبة، ما نتخانقش، نتفق ان احنا الخروجه دي هنتكلم في حاجات لطيفه، يعني مش هنتكلم في حاجات تزعلنا من بعض. حفاظنا على الحوار مهما طال بينا العمر والسن بيحافظ على بقاء الود، لدرجه ان في ناس بتوصل لمرحله عاليه في الحوار اللي هو الحوار الغير منطوق، يعني هم يفهموا بعض من نظرات العين، بس دول بيفهموا بعض من نظرات العين نتيجه كل واحد قاعد في حاله، ولا نتيجة الحوار والكلام اللي بينهم بين بعض. عشان كده في القداس بيقول ايه؟ أعطيتني موهبة النطق. يعني ايه؟ يعني أنا ككائن، الست قلبها فين؟ في ودانها. يعني والست بتتحارب من فين؟ من ودانها. الراجل بيتحارب من عينيه، الست بتتحارب من فين؟ من ودانها. يعني المرأة بتسمع الكلام تتأثر بيه. هل عند سن معين؟ خالص. يعني انت حتى انت عم سعيد، مراتك عايزة تسمع كلام حلو منك، تسمع كلام حلو؟ على طول. على طول دي وراها حاجات كتيرة.
ما تخافش يا عم سعيد، في مبيت في المطرانيه. طيب اذا الحوار ده هو روح العلاقه الزوجيه. روح العلاقه الزوجيه ان احنا يبقى في بينا ايه؟ حوار وكلام حلو. الست كل ما تكبر كل ما بتحتاج للكلام الحلو، عشان ده بيحسسها ان هي مرغوبه. عشان الست لما بتوصل، الست غير الراجل، يعني الست بتيجي وقت معين بتحس ان هي وصلت لأزمة منتصف العمر، ودي قصة كبيرة بقى نفسية يعني مش وقتها، وبتحس ان هي وصلت لسن اليأس. ايه اللي يحسسها ان هي مرغوبة؟ ايه اللي يحسسها ان هي مقبولة غير كلامك الحلو؟ تيجي تقول لها اصل احنا كبرنا على الكلام ده، لا يا عم سيد ما كانش العشاء. مثلا هناخد زماننا وزمن غيرنا؟ لا، الكلام الحلو ملهوش زمن، والحب ملهوش زمن. يعني عارفين الكتاب بيقول ايه؟ وجدت كلامك كالشهد فايه؟ فاكلته. يعني معناها ان الكلام الحلو يدخل القلب بدون استئذان. الكلام الحلو يخترق قلب المرأة، فانت ممكن تكسبها بكلمة حلوة. ولما تستمع مراتك تستمعها بدفء. يعني ايه بدفء؟ في راجل يسمعها وبيبص على الموبايل، في راجل يسمعها ومش مركز. تقول له طب انا كنت بقول ايه؟ ساعتها مش هتركز خالص. انا كنت بقول ايه؟ مش هيفتكر. لما تسمعها لازم يكون نظرات عينيك مع عينيها، ولازم ما تقللش من مشاكلها عشان هي تافهه في نظرك. هقول لكم معلومه بقى للرجاله، بس احنا طبعا الرجاله الحلوين الكيوت اللي قاعدين معانا دول ملتزمين. الراجل يتعرف النضج بتاعه من ايه؟ حينما يريد ان يسمع ما لا يريد سماعه. فهمتوها؟ لا مش مسايسه خالص، لا خالص يا عم سعيد، لا. يقاس نضج الرجل حينما يستمع الى ما لا يريد سماعه. يعني لو الموضوع ده بالنسبه لك مش مهم، انت تسمعه بانصات، مش عشان مش مهم بالنسبه لك، لان هو بالنسبه لها مهم جدا. حتى بنتك الصغيره انت برضو بتربيها على انك انت تقول لها دي مواضيع تافهه، دي ملهاش لازمه، فالبنت تحصل ايه؟ تقع نفسيا منك، لان انت استتفهتي الامور بالنسبه لها. يبقى اول حاجه هي ايه؟ الحوار، الكلام. بس خدوا بالكم هنا في حته بالنسبه للست، ان احيانا الحوار بيتقلب لحوار تاني خالص، يعني لصوت عالي وخناقات. ايه اول اسلحه المراه الهجوميه؟ عارفين نفسكم. اللسان. اللسان. ايه اول اسلحه الرجل الهجوميه؟ ايده. الصمت؟ لا، تلقيح الكلام. زمان كان داود النبي زي ما انتم عارفين جاي وفرحان، وكان بيرقص قدام تابوت العهد، وعمال يرقص ومبسوط وفي قمة السعادة. مين شافته؟ ميكال مراته اللي هي بنت شاول. أول ما شافته عملت إيه؟ احتقرته. اكتفت بده؟ ما اكتفتش بده، راحت قالت له إيه؟ ما كان أكرم ملك إسرائيل، خدوا بالكم من الكلمة، حينما تكشف اليوم في أعين إماء عبيده. إماء عبيده يعني إيه؟ عبيد عبيده، كما تكشف أحد السفهاء. تخيلوا بقى واحد داخل لمراته تقول له ان انت مكان اكرم ملك اسرائيل حينما تكشف في اعين اماء عبيده كما تكشف احد السفهاء، اللي هو الملك. رد عليها داود قال لها ايه؟ لا استنيني بقى، بل امام الرب الذي اختارني انا دون ابيك وكل بيته لاكون ملك على اسرائيل. يعني انت بتقولي لي انا احد السفهاء؟ ده انا ربنا اختارني انا عن كل عيلتك.
عشان اكون ايه؟ ملك على اسرائيل. اذا احيانا لسان المرأة يوديها في حتة تانية، فخدي بالك من لسانك، لان الراجل لغة الحب الاولى عنده زي ما نعرفها بعد شوية هي ايه؟ الاحترام. يبقى اول حاجة غياب الحوار. عارفين زمان في امريكا لما في اوائل الالفيه اللي فاتت، اوائل الخمسينات تقريبا، لما اخترعوا التلفزيون الناس بطلت تتكلم. قال لك بدا يفسد المجتمع الامريكي بعد ما كنا بنقعد ان سيركل في دايره كلنا نتكلم. قال لك دلوقتي بقت منتشر التيك اواي. الناس اللي راحت امريكا تلاقي الحياه كلها دوله بالكامل عايشه على التيك اواي. يعني ما فيش مثلا ان انت تقرقش في العظم ومش عارفه ايه والحاجات دي عندهم، لا خالص. لان تحول المجتمع الى غياب الحوار الى عالم الايه؟ الانفراديه. وده اللي ضيع مفهوم الزواج. خلي بالكم ان هو غياب الاسره، غياب الترابط الاسري. غياب الترابط الاسري خلى الناس ما فيش حوار، خلى كل واحد قاعد على موبايله وما بيركزش في كلام التاني. طيب يبقى اول حاجه غياب الحوار. تاني حاجه غياب ايه؟ الاهتمام. فاكرين انا قلت حاجه المره اللي فاتت، الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ فاكرين ايه؟ قلنا ما بيطلبش. بيطلب ولا ما بيطلبش؟ ممكن يطلب بطريقه غير مباشره، لا يطلب عادي. ما بيطلبش ازاي ما يحسش ان محتاجه؟ تقصدي يعني هو حتى لو حسه برضه ما يطلبهوش؟ الاهتمام نتيجة الحب، يعني معناه ان هو بيطلب ما بيطلبش ما دام نتيجة الحب. طب عم سعيد، الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ لازم يكون نابع من جوه الواحد. حد هيضيف حاجة تانية؟ من الأخطاء اللي في التفكير اللي الناس عايشة بيها إن الاهتمام ما بيطلبش، وده بيوقع الست نفسها. ليه بقى؟ لأن الاهتمام في مفهومه الأصلي إنه يطلب، لأن كل واحد عنده لغة حب تعبير تختلف عن الآخر. فأنت بتقعي في هذه الحتة بشكل كبير جدا كزوجة، إن أنت بتفضلي مخزنة وحاطة جواكي لحد ما يحصل لك كبت، وأنت مستنياه يعمل ومستنياه يتحرك وهو ما بيعملش حاجة، لأنه هو مش عارف أنت عايزة إيه. خدوا بقى معلومة إن الآخر غير مسؤول عن توقعاتك عنه. يعني أنت توقعت من جوزك إن هو مثلا هيجي في يوم من الأيام وياخدك في الويك إند ويوديكي مثلا لندن، وما عملش كده. مين المسؤول عن التوقع ده؟ مش هو، انت. هو مش مسؤول. لأن احنا قلنا بسبب فشل الزواج هي إيه؟ التوقعات، الخيال الواسع. صح يا وجيه. التوقعات دي بتهدم العلاقة الزوجية. تمام؟ فالآخر غير مسؤول عن توقعاتك عنه. مين اللي بيقع في الحتة دي؟ الزوجة، الست. تقول له أنا كنت مستنية. لا، إيه كنت مستنية؟ ما تستني. هو ماله؟ هو إيه اللي عرفه إن أنت كنت مستنية؟ هو مين قال لك إن هو عنده الحاسة الستة؟ تمام؟ فدي جزء بيبوظ العلاقة. إذن الاهتمام بيطلب. بس أنا مش بتكلم بقى عن زوج إحنا طلبنا منه الاهتمام أكتر من مرة وما جابش اهتمام. تمام؟ أنا بتكلم في الاهتمام في مضمونه. لأنك لو جيت قلت لي طب ما هو ما بيهتمش، أقول لك لا، هو محتاج إن هو يفهم، محتاج حد يقعد معاه. أو زوجة ما بتهتمش. فإحنا كل واحد يقول للتاني إيه طريقة الاهتمام بالنسبة لي. يعني على سبيل المثال، لو انت جوزك في اثناء شغلك رن عليكي يقول لك انا فجاه كده حسيت ان انا عايزه اطمن عليكي، انت هتبقي طايره طبعا. شفتي قلت على طول طبعا. انت لو رنيتي عليه اثناء الشغل هيبقى طاير، بس طاير من الخوف من الخضه.
يقول لك في مصيبه، اقول لك بصي ما ترنيش عليا اثناء الشغل، صح؟ اذا انت عملتيه بطريقتك انت اللي هي بساطتك، بس هي هتبسطه؟ لا. هل هو غلطان؟ مش غلطان. هل هي غلطان؟ هي مش غلطانه. دي طريقه ايه؟ كل واحد. انا بتكلم عن الاهتمام، مش ده اهتمام بس بالنسبه له هو ايه؟ مزعج. زي ما تيجي مثلا ايه، الست تقول للراجل ايه اللي مزعلك يا جوزي يا ابو عيالي؟ فاقول لها مفيش. تقول لها يمكن، لا يمكن اسيبك الا لما تقول لي ايه اللي مزعلك. اقول لها سيبيني دلوقتي. يروح لا، تقول له لا اسيبك ازاي؟ اسيبك زعلان؟ اقول لها سيبيني دلوقتي، لحد ما يهب فيها تروح تزعل. تقول له انا الغلطانه يعني ان انا ما كنتش عايزه اسيبك؟ لا انت مش غلطانه، بس مش فاهمه. عايزه تريحيه؟ سيبيه. عارفين بتاع سيبوه سيبوه؟ عايزه تريحيه؟ سيبيه. الراجل بيحل المشكله بتاعته بالانعزال، الست بتحل مشاكلها بالكلام. طب لو هي زعلانه وجت قالت لك سيبني دلوقتي، ده فخ. اوعى تسيبها. تاني يوم هتقول لك ايه؟ ما انت مش مهتم، ما انت سبتني اولع، ما انت لو مهتم كنت ما سبتنيش غير لما تصالحني. لا بقى، الست تقعد فوق دماغها لحد ما تصالحها، ما تسيبهاش لحد ما تعالج مشكلتها لوحدها. شوف انت سيبيه، طبطب عليه وقول له يوم ما تحب تتكلم انا موجوده. تمام؟ ما تكلمش، ما تطلبيش منه، هو راحته في كده. اما انت بقى اوعى تسيبها، لان الست في وقت الغضب، في وقت الزعل، في وقت الحزن محتاجه ايه؟ حد يحتويها يطبطب عليه. بيقول لكم ايه؟ المرأة مثل الايه؟ القيثارة، من لا يحسن العزف عليها تسمع انغام لا ترضيه. يعني انت عندك قيثارة، عزفت عليها هتسمع احلى كلام، ما عرفتش تعزف هتسمع ايه؟ احلى كلام. فانت وشطارتك، انت وايه؟ شطارتك. اذا احنا وصلنا عند الست ان الكلام الحلو بيدخل القلب عندها، وان احنا ما نسيبهاش لحظة الزعل. تمام؟ الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ بيطلب. يبقى كل واحد يقول للتاني ايه طريقة الاهتمام المناسبة بالنسبة ليه. خلي بالكم اقول لكم معلومة، احيانا في اهتمام بيبقى فيك مزيف فترة الخطوبة. الاهتمام المبالغ فيه مش كويس. يعني مثلا لو جيت لقيت راجل متقدم لبنتك او راجل متقدم لبنتك، والولد ده بيديها اهتمام اوفر، بقولها بصي كل حاجة نفسك فيها انا هعملها لك، ومش مهم انا خالص، وبيفضلها على نفسه، ده مؤشرات لزيجة مش فاشلة بس زيجة خطر. لان ده نوع من انواع الشخصيات النرجسية المخفية، اللي هو بيدي كل حاجة وفي الاخر يعاقب البنت بسحب نفسه من العلاقة. او العكس، ممكن ست تكون كده، بس في بعض الاضطرابات بتبقى عند الراجل اكتر وعند الست اكتر. زي مثلا النرجسية والحاجات دي كلها بتبقى عند الراجل 4 قصاد بنت. تمام؟ زي مثلا الفصام، اضطراب العقلي، بتلاقيه عند الرجال اكتر. زي البوردر لاين، اضطرابات الشخصيه الحديه، تلاقيها عند الستات اكتر. تمام؟ فليه بقى العلاقه الصحيه هي الايه؟ العلاقه المتبادله اللي فيها الاهتمام بيطلع انا عايز كذا وانت عايزه كذا، ده الماتشنج، التوافق. يبقى اول غياب غياب الحوار، تاني غياب غياب الاهتمام، تالت غياب غياب ايه؟ الاحترام. وقلنا احنا لو غاب الاحترام بتلاقيهم ان هم وصلوا الى مرحلة انهيار الاسرة. احيانا في بعض الرجالة بتعمل ايه؟ تيجي مثلا قدام الست ويستخف دمه مثلا، يقول لها ايه؟ على فكرة انا عايز اغيرها، على فكرة انا عايز اتجوز تاني،
قدام اهلها، وهو فاكر نفسه ان هو ده ايه؟ هزار. هي طبعا بينها وبين نفسه تضحك وتقول له دمك خفيف. تبقى متضايقه جدا. فاوعى تفكر ان الكلام ده الهزار اللايت بالنسبه لك بالنسبه لها حاجه كويسه جدا. بالنسبه لها ايه؟ حاجه وحشه جدا. تمام؟ الاحترام ده هو عمود البيت. تمام؟ لو الزواج ليه ساقين رجلين يبقى الاهتمام والاحترام. تمام؟ يبقى دول الساقين اللي بيمشي عليهم البيت. على فكرة الاهتمام ده هو الوحيد اللي بيورثوه أولادكم منكم. يعني أولادكم لما يشوفوا الاحترام، الأب بيحترم مامته يقول لها ممكن يا حبيبتي تجيبي لي كوباية مية؟ هي ممكن تقول له ممكن لو سمحت تجيبي لي مثلا كذا. تلاقي البيت ده إيه؟ سوي. عشان كده عايزين ناخد تدريب على الاحترام. كل يوم اشكر على حاجة، قول من فضلك على حاجة، وامدح على حاجة. كل يوم اشكر مراتي على حاجة او اشكر جوزي على حاجة. شكرا يا جوزي يا ابو عيالي يا اللي مستتنا. اشكرها على تعبها في البيت ومع الاولاد. يبقى كل يوم المفروض ان انا اشكر على حاجة وهي تشكر على حاجة. واقول من فضلك على حاجة، ما بطلبش اوردر، بقول من فضلك. وامدح على حاجة. يعني ايه امدح؟ يعني اشجع. اقول مثلا لجوزي ايه الجمال اللي انت فيه، اقول لها ايه الحلاوه دي، ايه تسريحه الشعر اللي انت عاملاها دي. احيانا الست مثلا، طبعا بغض النظر ان الرجاله ما بيكونش عندهم، لا مش نظر، انا ما قلتش نظر، قوه ملاحظه. هي تيجي مثلا تقول له انت مش شايف حاجه غريبه فيا النهارده؟ اقول لها لا اطلع لك كرش. هي عايزاك ايه بقى؟ تاخد بالك من الحاجات الدقيقه، مش الدقيقه الكرش، لان الكرش مش دقيق. تسريحه شعرها، مش عارف ايه. بس انا هقول لك نصيحه، ما تحاوليش معاه. لان الراجل في الحاجات دي في البلاله مش بيجيب. لو انت عندك راجل بياخد باله من تسريحه شعرك وان انت غسلت وشك، اشكري ربنا عليه. وما تقوليش عليه لحد. بس تفرق جدا معاها لو انت خدت بالك من الموضوع ده. تمام؟ طيب هل الراجل عنده لغات حب تختلف عن الست؟ طيب ايه لغة الحب الأولى عند الرجل؟ نبتدي بلغات الحب عند الرجل ولا عند الست؟ عند الرجل؟ طب ايه لغة الحب الأولى عند الرجل؟ أنا قلتها أثناء الكلام. لا مش الأولى، الاحترام. لسه جاية ما تقلقيش. طب أول لغة من لغات الحب عند المرأة؟ الورد؟ ايه الكلمة الحلوة؟ طموحاتها عالية. يعني اختك قايله ورده هنا. صح؟ زي انت قايله خاتم دهب. اول لغه من لغات الحب عند المراه هي فعلا الحب نفسه، اللي هي الحب بالنسبه لها اكثر رسوخا. طب اقول لكم معلومه يمكن اول مره تعرفوها. تعرفوا ان الكتاب المقدس لم يوصي المراه بالحب، وصى الرجل فقط. قال ايها الرجال احبوا نساءكم. مش بس كده، قال له حب زوجتك كما احب المسيح الكنيسه. طب قال للست حب جوزك عشان مش محتاجه وصايه. يعني شفتوا بقى هنا مفاجاه، ان الكتاب المقدس وصى الرجل بالحب، ما وصاش المراه، بس وصاها بايه؟ ان تخضع. هتكلم دلوقتي. كل واحد بيقدم بلا شروط. يعني انا بقدم لها حب من غير ما انتظر الخضوع، وانت بتقدم له خضوع حتى لو هو ما قدمش حب، وانت بتقدم لها حب حتى لو هي، يعني عايز اقول انه انا بدي من غير ما انتظر مقابل. لان لو كل واحد انتظر مقابل، هنتظر المقابل من فكره
وممكن يكون فكره مشوه. لان في ناس بيبقى لسه عايشه في ذكريات الماضي. عارفين يعني ايه ذكريات الماضي؟ يعني في واحده بتبقى عايشه بمخاوفها من الزواج، فبتدخل الزواج تبوظه. راجل عايش بمخاوفه فبيدخل الزواج يبوظه. عشان كده في ناس بتفتكر ان الزواج ده الناس بتتعالج فيه نفسيا. الزواج بتمرض نفسيا. الزواج مش مصحة نفسية الناس بتتعالج فيه. يقول لك ايه، جوزي البنت عشان تتستر، زوجي الولد، جوزي الولد عشان يستقر. اكبر خدعتين. لان الزواج هو خطوة في حياة ولد مستقر نفسيا وبنت مستقرة نفسيا ومستورة. لان لو هو مش مستقر نفسيا لا هيستقر ولا هي هتستقر. تمام؟ فدي كلها مفاهيم غلط احنا توارثناها. تمام؟ فلغة الحب الأولى عند المرأة هي الحب. ومن الحب يجي منها إيه؟ الحنان. المرأة تحب الحنان. من الحنان تحب اللمسات البريئة، الحضن، إنك تبوس إيديها، إنك تلعب في شعرها، إنك تعمل كده على خدها. تفرق معاها جدا لأن المرأة كائن حساس، فتحس بحبك، تحس بقربك. يعني في واحدة ممكن تقول لك أنا بحس بنفس جوزي كده بيدفيني لأني حاسة معاه بالحنان. عكس تماما الزوج القاسي اللي ما مش بيعرف يتعامل بحنان، أو اللي اتربى في بيئة ما عودتوش على الحنان. يعرفش قيمة الحب، ما يعرفش قيمة الحضن، ما يعرفش قيمة اللمسة اللي بتفرق معاها. وهكذا بنته. هو أول حب في حياة البنت أبوها. الحب الأول في حياة كل بنت أبوها. ماذا لو كان أبوها ما يعرفش حاجة عن الحب والحضن، ويفتكر إن ده عيب وإن ده البنت كبرت؟ البنت بتكبر على أبوها؟ البنت تفضل بنتك طول الوقت. عشان كده كل ما أنت بتحضنها كل ما البنت تكبر وتبقى عكس تماما. لما تكون البنت مش بتتحب وتتحضن من باباها بيحصل لها جوع للحب، تروح تعمل اسقاط على ناقصها فتحب واحد قد ابوها. ده بيبقى ايه؟ بحث عن صورة الاب في شخص اخر. فتطلع البنت مشوهة، بقت محتاجة ايه؟ ان هي تتعالج نفسيا. ايه تاني لغة من لغات الحب عند الستات؟ الهدايا. للأسف كان نفسي ما اقولهاش بس عشان اتخضيت. يا عم سعيد بصراحة. بصوا يا جماعة، المرأة بطبيعتها، انت مش هتجيب هدايا؟ المرأة بطبيعتها بصوا بقى مش مادية. المرأة بتحب الهدايا التي تعبر عن شخصيتها. الورد، البرفيوم، الحاجات الرقيقة. خدوا بالكم، لغة الحب عند المرأة الهدايا التعبيرية. يعني مش عايزة خاتم ذهب زي الأخت ما قالت، عايزة خاتم ألماس. ولو خاتم مش ما يضرش، بس هو يجيب ورد الأول. بصوا بقى عشان تعرفوا الاختلاف. هل الراجل عنده لغة الحب انك تجيبي له ورد؟ الورد عنده زيه زي حزمة الجرجير. بالعكس، ده حزمة الجرجير هتاكلها. صح ولا؟ الرجل يحب الهدايا العملية. كريب، سندوتش شاورما، ماك، قميص، ساعة، مكنة حلاقة، أي حاجة. إيه اللي تروح تجيب له ورد؟ الورد هياكله؟ طيب اهو بيقولوا يعني الناس بتشتكي. فانت بتقع في خطأ. في مرة واحد صاحبي قال لي ايه؟ قال لي انا كل عيد ميلاد مراتي بتموت في الورد. كل مرة اجيب لها ورد، اجيب لها ورد. هي قالت هوبا بقى انا لازم ارد له الجميل فاجيب له ورد. كل عيد ميلاد تجيب له ورد، هو اتضايق. قال له اقول لك يا حبيبتي ما تغيري بقى شويه خلاص. انا اصلا مش بحب الورد. فاذا المراه في لغه الحب عندها ان هي بتحب الهدايا التقديريه والتعبيريه. الراجل بيحب الهدايا العمليه.
لا فازة تنفع معاه ولا ورد تنفع معاه ولا تمثال ينفع معاه. هاتي له حاجة ياكلها أو حاجة يلبسها. تمام؟ طيب، اللغة اللي بعد كده عند المرأة المشاركة. طبعا تحب جدا ان انت تساعدها في شغل البيت، هو طبعا ده دورك، بس هذا لا يمنع. ليه بنقول دايما دورك؟ لان احنا الاتنين متساويين في القيمة وفي النعمة وفي كل شيء وفي الحساب قدام ربنا، لكننا مختلفين في الادوار. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا. فلا قولها تحب اساعدك فيه، لان الست بقى انت لما بتدخل مطبخ بتقلبه، فانت استأذن، لان هي تدخل يقول لك ايه اللي انت اطلع ما تعملش حاجه تاني، او تقول لك شايف التراب. المراه دقيقه جدا، بس في مره من المرات اعمل لها مفاجاه وجهز لها العشاء. اتصدمت بمجرد ما قلت بلاش. ما انا قلت ايه يا جماعه؟ اقول لها تحب اساعدك في ايه؟ قالت لك شكرا. كده انت عملت اللي عليك، كده كتر خيرك. من لغات الحب عند المرأة الاستماع الدافئ. يعني ايه الاستماع الدافئ؟ للأسف الست بطبيعتها بتتكلم ممكن يعني من 5000 ل 10000 كلمة في اليوم. الراجل بطبيعته لو اتكلم 200 300 كلمة يبقى رغاي. يبقى ربنا كرمه. بس خدي بالك، في مرة واحد جاني قال لي ايه في العيادة، قال لي بص يا دكتور انا متجوز بقالي شهرين. فبيقول لي انا هو الجواز كده. بقول له ايه اللي حصل؟ قال لي مراتي بتتكلم 24 ساعة في ال 24 ساعة. اجي تعبان من الشغل تتكلم، عيني تغفل كده تنام، تقول ايه ده انت هتنام وانا بتكلم؟ انت مش مهتم. قال لي هو الجواز كده؟ قلت له لا اجمد، انت لسه من شهرين. احيانا الست ما بتعرفش تختار الوقت المناسب للكلام. انا ما بكلمش جوزي في 3 حالات، فاكرينها؟ اقولها لكم عشان الرجاله معانا بقى. 3 حالات ابعدي عن الراجل فيهم. لحظه الصحيان من النوم. لا استني لسه. لحظه الصحيان من النوم، لانه بيكون لسه ما شربش القهوه بتاعه ولا الشاي، فيستوعب ان هو متجوز وان انت مراته وانت معاه اولاد ويفتكرك كلميه. تمام؟ يبقى لحظه الصحيان من النوم. تاني لحظه، لحظه الجوع الكافر. اوعي تقربي منه، لانه في اللحظه دي هياكلك انت. تمام؟ تالت مرحله، لحظه دفع المصاريف او الدفع عند الكاشير. كل اللي تقوله له ربنا يخليك لينا يا ابو عيالنا. وبعدي. ولو انت خايف على نفسك ما تكلموش خالص. سيبيه هو يتكلم. ما يجيش مثلا هو راجع من الشغل واجيب له مشكله العيال. مركزين جدا. يعني اول حاجه ما تكلموش هو راجع من شغله، لانه تعبان وبيبقى مش طايق نفسه. يعني هو جاي ومش لاقي ركنه ومتخانق مع المدير، فهيعمل عليك اسقاط لكل مشاكل شغله. قعديه، اكليه، شربيه، سيبيه ياخد نفسه، بعد كده اتكلمي معاه. تمام؟ لكن المفروض انت تبقى عارف ان مراتك ليها زي ما اتفقنا في البدايه من نص ساعه لساعه حوار يومي. تمام؟ ولما نكون عاملين الحوار نقفل النوتيفيكيشن بتاعه الموبايل، الاشعارات، وما نسمعش لبره، لان ده وقتها. ده يفرق معاها جدا جدا. بس خلي بالك لما تحكي لك مشكله، يفرق مع الست جدا انك انت تتاثر بكلامها. والست لما بتحكي لك مشكله بتبقى مش عايزه منك انك تنصحها، اسمعها بس. يعني مش عايزه نصيحه. تمام؟ لان في راجل اول ما تتكلم يسرع في النصح. هي عايزاك تسمعها، وانت لو سمعتها كده المشكله اتحلت. تمام؟ شفتوا مثلا السيد المسيح، يعني اعظم مثال للموضوع. لما جت مرسى قالت له لو كنت هنا لم يمت اخي، حصل ايه؟ سمعها. هو هيقومه. هو شويه كده ويروح يعمل ايه؟
يقومه من الموت. قالت له ايه؟ لو كنت ها هنا لم يمت اخي. عمل ايه السيد المسيح؟ سمعها وتأثر بيها وبكى معاها. كان ممكن قال لها ايه؟ هم 5 دقايق بس وهروح اقومه لك، صح ولا لا؟ موضوع بسيط. لكن المسيح كان عايز يعلمنا اللي بنسميها بالعربي المواجبة، اللي هو ان انا اتأثر، اللي هي المشاعر. احنا قلنا ان المشاعر دي ارض ايه؟ مقدسة. فانت كل ما بتقدس مشاعر مراتك كل ما بيفرق معاها. ما تقولهاش مواضيعك تافهة زيك، ما تقولهاش الموضوع انت مكبراه، لا. تمام؟ في الوقت ده الزوج الذكي يعرف امتى يبقى زوج وامتى يبقى بابا. يعني في وقت المشاكل خليك بابا. لما تكون زعلانة، لما تكون متضايقة، لما بتكون بتعيط، خليك بابا. بابا يعني يعمل ايه؟ ياخدها في حضنه ويطبطب. يعني هي في الوقت ده مش محتاجاك ايه زوج، محتاجاك بابا، ولا تتحسر على ايام بابا. صح ولا لا؟ من لغات الحب عند المرأة الثقة وعدم الشك. الست بتحتاج ان انت تديها الثقة. وهقول لكم معلومة، وانا ليكم انتوا كرجاله تحديدا عشان بناتكم مش عشان زوجاتكم. خبره مني كدكتور نفسي، انا رحت اوروبا وامريكا وشفت كل البنات. من اكبر الاخطاء اللي انتوا بتقعوا فيها ان انتوا بتكتموا عليهم، وان انتوا ما بتدوهمش مساحه من الحريه. الكتم على نفسهم وعدم مساحه من الحريه بيدي فرصه للغلط، عكس تماما ان انت تعيش معاها. يعني بنتك روحي معاها، عايزه مثلا تشاركك في حاجه شاركيها، ما تقولهاش لا. لان كل ما البنت بتتكبت، وانتوا عارفين كويس جدا، تلاقوا البنات اللي بيجوا من الصعيد وكانوا مكبوتين جدا تلاقيهم هنا ايه؟ اختلفوا تماما في الشكل وفي اللبس وكل حاجه. يعني هم مثلا كانت تلبس في الصعيد وحاجه مقفوله ومش عارف، تيجي هنا تلاقيها ايه؟ لان الكبت. وعايز اقول لكم معلومه، المجتمعات التي لا تسمح بالحريه يزيد فيها الانحراف في السر. تمام؟ واعظم دليل، تعالوا شوفوا مثلا الافلام البورنو والحاجات دي كلها، اعلى نسب مشاهده فين؟ في البلاد العربيه اللي هي فيها قمع. طب والدول الاوروبيه ما عندهمش نسب مشاهده اصلا، صح ولا لا؟ فهي الفكره في ايه؟ ان احنا نيجي هنا نفلتر. ده المفروض واحنا هناك. انا بقول لكم ده التربيه الصح. فمن لغات الحب عند بنتك وعند مراتك، انا ركز ليه على البنات لان انا عارف انه كلكم بتعانوا من الموضوع ده، انا عارف. الثقه وعدم الشك، ازرع في البنت انا واثق فيكي. وخلي بالك لا تخشى من ثقه المراه في نفسها، لان كل ما بتثق كل ما هي انت بتثق فيها كل ما تكون اكثر اخلاصا في حبها. والمراه اكثر اخلاصا في الحب. والمراه لا تكذب باسم الحب. يعني ايه المراه لا تكذب باسم الحب؟ يعني الست ما تقولش لواحد انا بحبك وهي مش بتحبه، عكس الراجل ما بيكسفش حد. ابن حلال. عشان كده اقول لك قلب الراجل ايه؟ قلب المرأة منجاية فيها بذرة واحدة بس، قلب الراجل بطيخ. من دلوقتي في بطيخ من غير بذرة، خلاص يبقى طلعت من غير بذرة. تمام؟ فعشان كده البنت بتبقى مشاعرها مختلفة شوية عن الراجل، مشاعرها وعاطفتها مختلفة شوية عن الراجل. تمام؟ بعد كده تترك لها مساحة من الحرية، لأن كل ما أنت بتكتم على نفسها كل ما بتتضايق أكتر، وكل ما بتيجي هنا بقى تلاقي الحرية اللي مش متعودة عليها والدولة اللي بتدعمها، فتبص تلاقي إن هي ممكن راحت في حتة تانية خالص. آخر نقطة بالنسبة للغات الحب عند المرأة، الإحساس بمسؤولية الرجل. عارفين إيه أكتر أزمة بتواجهنا في العلاقات؟ راجل غير مسؤول وست غير خاضعة. يعني ست عايشة دور ان راس براس الراجل. طبعا انت راسك براس الراجل مع اختلاف الادوار، ان القيادة للرجل. في مثل ايطالي بيقول ايه؟
ويل للبيت الذي تصيح فيه الدجاجة ويصمت الديك. سمعتوا بيه المثل ده؟ ولا أنا برضو؟ أنا عارفه من زمان، فأقولها لكم تاني. بيقول ويل للبيت الذي يصمت فيه الديك وتصيح الدجاجة. هذا البيت غير متوازن. الكلام بقوله لكم ده هو علم النفس اللي في امريكا، اللي في اوروبا، اللي في مصر، عشان تبقوا عارفين. ما تجوش تقولوا هنا المجتمع متغير، لا، دي سيكولوجيا نفسيه اللي انا درستها في اي مكان في العالم. يعني ده المجتمع السوي يا جماعه، مش بتكلمكم عن ثقافه ولا كالتشر، لا. المجتمع السوي هو القياده للرجل، المسؤوليه لمين؟ للرجل. وحينما المرأة تمشي كلامها وتبقى فرحانة ان جوزها بيسمع الكلام، تصبح هي اول المتضررين، لان الراجل ساعتها بينسحب، ما بيعرفش يبقى راجل تاني. فانا بشوف ستات وبنات بتبقى عايزة تمشي كلامها، لا، انت ما بتنافسيش على المركز الاول، انت بتنافسي على المركز التاني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طول ما انت القيادة للرجل، انت بيت سليم سوي، واولادك اسوياء، وبنتك هتتجوز راجل، وما تفشليش بنتك ولا ابنك. تمام؟ فهي تشعر وحقيقي، وانا بقول كده قدام الستات وكلهم هي تشعر بالامان في قياده الرجل. يعني هي الست، عارفين عشان كده المثل المصري بيقول اهو ظل راجل ولا ظل حيطه. ليه؟ يعني هي فيما معناها هناخد الجانب لا ما اقصدش، بس انا باخد الجانب اللي هو ايه؟ اللي هو لما يكون في راجل بيحميكي، ده كويس. ما تكلمش بقى عن راجل مش بيحميكي، اللي هو حيطه ما فيش ظل. فاهميني؟ ده اللي انا اقصده. والمرأة ما عندهاش مشكلة في كلمة حاضر، بالعكس، لما تلاقي جوزها مسؤول بتحب تقول له حاضر، تبقى هي حابة تسمع كلامه. تمام؟ وخلي بالكم، لما ربنا ادى المسؤولية للرجل، هذا ليس تشريف، تكليف. يعني ربنا كلفك مش شرفك، مالكش ان انت اعلى منه، احنا زي ما قلنا متساويين، لكن انت الليدر، انت القائد، انت المانجمنت، انت الاداره. عشان كده مين اللي اخطأ في الاول، ادم ولا حواء؟ حواء. لما ربنا راح سأل مين؟ ادم. شفتوا بقى؟ انا يعني هو ربنا نفسه. حواء هي اللي اخطأت، بس لما ربنا عاتب مين؟ الراجل، لانه المسؤول عنها. تمام؟ الراجل يقود الحب، يقود البيت بالحوار والحب والتفاهم والتنازل. يعني ايه يتنازل؟ في راجل يقول لك انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. على فكره الرجل السوي كلمته تنزل الارض. المره دي حنفي، بس من غير حنفي. لو حنفي لا ما تنزلش. تمام؟ لكن انا بتكلم ان الراجل السوي يقول لها على فكره انا غلطت في هذا القرار. هل ده يقلل منك؟ عشان كده بقول يكفي الاعتراف. ده الاعتراف ده الجزء الاكبر. مش عارفين، بيقول لك الاعتراف بالحق فضيله. يعني انت لما تتنازل وتقول يا جماعه انا غلطت في الراي ده، معناها ايه؟ وما عندوش كبرياء. لا لا لا، في رجاله كده كتير جدا. ففعلا الراجل السوي هو اللي عنده مساحه للحوار والتفاهم. بصوا بقى، البيت السوي الحوار يبقى من الاثنين والقرار يصدر من الرجل. تمام؟ يعني في زوجة ممكن تكون هو جوزها مديها المسؤولية، بس قدام الناس بتكبر جوزها، لأن كرامة جوزك من كرامتك، وكرامة مراتك من كرامتك. والإنسان الذي لا يعرف قيمة مراته ما يعرفش قيمة نفسه. يعني اللي بيهين مراته بيهين نفسه، واللي بتهين جوزها بتهين نفسها. وفي ناس كده فاهمة كده، وما يعرفوش ان هم بيهينوا نفسهم قبل وما بيهينوا الآخر، لأن قيمتنا واحدة. قيمتنا واحدة. ندخل بقى على سيد الرجالة، ولغات الحب عنده يا عيني قليلين مش زي الستات. شوفوا كده، الناس طيبين. أول لغة من لغات الحب عند الرجل الاحترام. لو قدت صوابعك 10 شمع وما احترمتهوش
ملوش لازمه. والراجل احيانا بيدافع عن رجولته، امتى بيتهور وامتى يضرب، طبعا ضرب خطأ تماما، بس بقول امتى، حينما تهين رجولته، تطلع منه ايه، اسد، وحش. يعني واحده تقول لجوزها انت مش راجل، هيعمل ايه ساعتها؟ هيمد ايده عليه. هي غلط، لانه ساعتها هيدافع عن رجولته. هي غلط وهو غلط. لغه الحب الاولى عند الرجل الاحترام. شوفوا الكتاب المقدس بيقول ايه: اما انتم الافراد فليحب كل واحد امراته، اما المراه، من فاكر بقيه الايه، فلتهاب رجلها. اكيد انتوا بتسمعوها غلط، هي دي فلتهب في رجلها. عشان كده يا جماعه طلعوا مظلومين. تهاب هي اعلى درجات الاحترام. زي ما ايه، امنا ساره كانت ايه، تسمع كلام ابونا ابراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. احنا، نعم، لا ما احنا بالظبط، برافو عليك انك انت ذكرت الموضوع ده، ان هي الفكره معادله. يعني انت ما تاخدش حاجه وتنسى الباقي، وانت ما تاخديش حاجه وتنسى الباقي. دي نقطه مهمه جدا، لان احيانا الراجل يمسك في اللي عايز يمسكه. لا، ما هو الكتاب المقدس بيقول لك ايه، ده هو بدأ بك انت. اما انتم الافراد فليحب كل واحد امرأته، اما المرأة فلتهاب رجلها. طبعا في شمامسة بتقولها فلتهب في رجلها برضو، لكن هي فلتهاب رجلها. في بعض الستات بتقع في خطأ كبير بالنسبة للراجل، اللي هو النقد واللوم الجارح. مش قلت لك انت ما بتسمعش الكلام، انت اكتر من مرة بتغلط، انت بتوقعنا في مصايب، انت كده بتخليه معادي ليكي، ما بيسمعش كلامك، بيعند اكتر، بتخسريه اكتر. فالزوجة اللي هي كثيرة النقد وكثيرة اللوم وكثيرة التوجيه، الراجل ما بيحبش كده. هو كده ربنا خلقه كده، بسلطاته ببابا غنوجه. تمام؟ ما تقوليش يعني ده دورك، مش معناه ان هو مختلف. تمام؟ طيب، لان خلي بالك الراجل عنده السي في، تلاقيه لما تغلطي يجيب لك اللي ليه 100 سنه. والرجاله بطبعهم اوبسيسيف، يعني موسوسين، تلاقيه يجيب لك كل شيء. طبعا الستات موسوسه في حته تانية. تمام؟ لا 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 لا، الرجاله موسوسه في حته والستات موسوسه في حته، كلنا موسوسين. طيب، يبقى اول لغه من لغات الحب عند الرجل هي ايه؟ الاحترام. تاني لغه الوداعه. الوداعه جمال للزوجه. المسيح قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. الوداعه ان هي تكون بسيطه، متزنه، وجهها بشوش. الكنيسه قالت تقابليه بالبشاشه والترحاب والرضا والقبول والهدوء واللطف. فهل انت بتعملي كده؟ ولا بتقابليه بالوش الخشب؟ الراجل يتسرع يجيله جلطه ولا حاجه. ارمي الزباله وانت نازل، خد الزباله وانت نازل، هات وانت طالع، نزل وانت نازل. تمام؟ فهو الراجل يعني عنده المثل اللي بيقول لك لاقيني ولا تغديني، فلاقيه. الراجل جاي شقيان يا عيني وتعبان، ابتسم في وشه، هتتكتب لك في ميزان حسناتك. تمام؟ فخدوا بالكم من حته الايه، الوداعه. الوداعه دي كوكتيل من الصفات الجميله عند الزوجه، انك انت تكوني ايه، وديعه. ثالث لغه من لغات الحب عند الرجل القناعه. من اهم اسباب النكد في البيوت الزوجه غير الراضيه. في واحد يقول لك مش عاجبها العجب، او دايما يعني يقول لك مش عارف ارضيها. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ممكن جوزك يجيب لك شويه حاجات كتير، تقول له وليه ده كله؟ هو دي حاجه ان انت بتقللي عليه، بس ملهاش لازمه. يعني جايب لك مثلا 3 كيلو لحمه مثلا، تقول له وليك 3 كيلو؟ ما كفايه كيلو، وانت ما بتختارش مش عارف من عند الفكهاني، وانت بتروح مش... فتبدا ان هي ايه، تنكد عليه. هي بتقول له قلل، بس في نفس الوقت هي بتعمل ايه، بتضايقه.
لكن تخيلوا بقى لو قلت له ايه يعني تعيش وتجيب يا حبيبي. خلي بالكم، القناعة عند الزوجة تجعل الرجل يثق في نفسه. خدوا بالكم. طبعا، حتى لو حاجة ملهاش لازمة، وحتى لو مفيش مكان في التلاجة هقول له ما هوش جاب. هو انت فارقة معاك التلاجة ولا يا عم سعيد؟ طيب ايه يا عم سعيد؟ لا، مش الراجل تعب وجاب، كتر خيره، تعيش وتجيب يا حبيبي. تمام. لان انت كده بتعكنين عليه وبتنكدي عليه. يعني الراجل جاي فرحان لك وجايب لك ربع كيلو موز وانت تعكنين وكوارع وفته ولحمه راس وانت تعكنين عليه. تمام. عشان كده الكتاب المقدس بيقول ايه؟ اما التقوى مع القناعه فهي ايه؟ تجاره عظيمه. شفتوا كده؟ اما التقوى مع القناعه فهي تجاره عظيمه. ندخل بقى لغه الحب المهمه عند الرجل، الخضوع. احيانا الرجل بيفرق معاه جدا الزوجه الخاضعه. خلي بالكم، انا لا اتكلم عن الخنوع، انا بتكلم عن الخضوع اللي وصانا بيه الكتاب المقدس، اللي قال عنه هكذا كان قديما النساء القديسات متوكلات على الله يزين انفسهن بالخضوع. تمام. الزوجه اللي بتعند وبتقاوح ومش بتقول حاضر دي بتخرب بيتها. هقول لك حاجه خاصه بيك انت للست، هقول لك حاجه نفسيه. في فرق بين ان انت جوزك يتعامل معاكي كمراته وشريكه حياته، ولما تعندي هيعاملك زي اشرف صاحبه. ليه بقى؟ لان لما انت تعندي هو مش بيتعامل معاكي كست، بيتعامل معاكي راجل لراجل وانت مش راجل. فاذا العند مين اول المتضررين فيه؟ الست. تمام. لان زي ما قلت لك، فخليك انت عاملك كنوال بدل ما يعاملك كاشرف صاحبه. تمام. في نوال برضه. شفتوا بقى انا بحس ازاي نوال وعم سعيد. تمام. اذا واحيانا الراجل يعمل ايه؟ يقول لها مثلا هو انا لو حبيت ان انت تقعدي تراعي العيال عندك مانع؟ على فكره هو ممكن يكون ما عندوش مشكله خالص انها تشتغل، بس هو عايز ايه؟ يشوفها هل في الاخر عندها استعداد انها تقول حاضر ولا لا. يعني هو بيسأل ده ليه؟ اوكي انا اقول رأيي واختلف واسمعها، بس في الاخر انت بتقولي حاضر ولا لا. انا بتكلم فيما يرضي ربنا. قاعدة عامة لو انتوا عايزين بيت سوي في كل الحالات، طبعا فيما يرضي ربنا، فيما هو غير كسر وذل مثلا، في كل الحالات الزوج عندها استعداد للخضوع، وفي كل الحالات الزوج عنده استعداد للحوار والتفاهم والتنازل. تمام؟ الاثنين بالظبط. يبقى اذا احنا هنا بنتكلم عن أسرة سوية. انا بتكلم عن أسرة سوية. لكن مثلا تقول لي ما هو ما بتسمعش الكلام، طبعا هو غلط، مش بقول لك هي صح، بس اكيد انت برضو في حاجات غلط. هي بتقول لي طب ما هو ما بيتنازلش ابدا، ما هو حتى لو هو غلط بيكابر. هنا ايه ده؟ في ايه؟ خلل. ما بتكلمش عن الخلل، انا اتس اوكي، بتكلم عن التوازن الصحيح. لغة الحب اللي بعد كده اللي هي المهمة اللي لازم الستات تفهمها ويشكرون عليها الرجالة، الاستقلال والحرية. هو في حاجة لما تقول لي كنت فين وجاي منين؟ هو ما يحبش كده. ربنا خلقه كده بسلطاته بشكله بكل حاجة، خلقنا كده، نعمل ايه؟ ما انا فاهم، بس انا عايز اقول لك نقطة مهمة جدا. هو هيقول لك من نفسه، بس احيانا في بعض الستات بتشتغل بعد الظهر وكيل نيابة. كنت فين؟ اخرت ليه؟ قعدت منين؟ وتاني يوم تسأله السؤال تاني بصيغة مختلفة بشكل مختلف. هو يعني حبة عينه بيقع يعني. وطبعا مش عايز اقول لك ان انت اول ما تحور بتكشفك. هم عندهم عينين ما شاء الله
قناصة. يعني أول ما تفكر تكذب تروح لقطاك. يعني ما تحاولش، مقفوش. لا بلاش الحاسة الستة دي عشان ده لها محاضرة واحدة. تمام؟ عشان ده تشوه عند الستات، دي قصة تانية خالص. لكن ها عندها ذكاء عاطفي، بتعرف. تمام؟ فما تكذبش، قول الصراحة. هتبات يوم بره بدل ما عديها، يعني بات في العربية. فما تحاولش تكذب يعني. تمام؟ فالاستقلالية مهمة عند الرجل. تمام؟ يعني زي ما قلت لك ان انت لما تكوني متضايقه تقعدي فوق راسه، لا ما تقعديش فوق راسه لما يكون متضايق، سيبيه. لو عايزه تريحيه سيبيه. الراجل ما يحبش الاستجوابات الكتير، ما يحبش ان هو اتاخر شويه تعكنين عليه، قعد شويه مع اصحابه تعكنين عليه، سهر شويه تعكنين عليه. لا مش كل يوم طبعا، انا بقول الاسره هي رقم واحد. لكن واحد مثلا ما بيسالش في اسرته 24 ساعه مع اصحابه، طبعا مش بتكلم عن ده. تمام؟ دي بنسميها كيس باي كيس، حاله بحاله. تمام؟ لكن مش بيتكلم ان جنرال بشكل عام. الامومه، مش انت عايزاه بابا، هو عايزك ماما. لما يكون محتاج، لما يكون تعبان متضايق غضبان، بلاش مش قلت لك ومش عدت لك وانت ما بتسمعش الكلام. هو محتاجك تمام؟ بتقول له ايه ولا يهمك، يعني فداك الدنيا واللي فيها. فاكرين في مره قصه جحا وحماره، لما في مره دخل وقالت له مالك زعلان ليه يا جحا؟ عارفينها ولا لا؟ قالت له مالك زعلان ليه يا جحا؟ قال لها الحمار بتاعي اتسرق. قالت له ايه يعني ولا يهمك، دخلتك عليا ب 100 حمار. هي تقصد تشجعه، هي تقصد المعنى الحلو على فكره. تمام. لا هي تقصد خيرك، نيتها كويسه. لا لا، الراجل انبسط جدا، الراجل انبسط جدا. طيب، هي الفكره ان الكلمه الحلوه، وان هي تقول له فداك الدنيا باللي فيها، وطول ما انت موجود، طول ما انت معانا، انت بتكسبي قلب الراجل. بالظبط. زي ما انت بتقول لها كلام حلو يدخل قلبها. لما انت تقول له فداك الدنيا وطول ما انت موجود، ايه يعني ما انت اللي بتعمل الفلوس دي؟ ايه يعني لو خسرت؟ انت كده بتديه ثقه بنفسه، بيبقى قوي. انت بتعملي ايه في الوقت ده؟ تجلديه، تلوميه، تأنبيه، تفكريه بان هو ما بيسمعش كلامك. ده مش وقته خالص. لا. ليه بالضروره تكون انت رايك هو الصح؟ ما ممكن يكون رايه هو الصح، وممكن يكون رايك صح. بس هي الفكره ان ما ينفعش الراجل يجزم بشكل بات ان رايه هو الصح، ده غير ناضج. ما ينفعش الست تجزم براي بات ان رايي دايما الصح، برضو دي ست غير ناضجه. تمام؟ ما ده الصح، ده الصح. احنا قلنا ان احنا نتناقش والاثنين، والراجل ما عندوش مشكله ان هو يتنازل ما دام رايك هو الصح. اخر حاجه هقولها في لغات الحب عند الرجل: احذري من الشفافيه وعدم الصدق. اصعب حاجه في لغات الحب عند الرجل انه الرجل الذي يكتشف ان مراته بتخبى عليه، او دايما بتحكي مع اهلها وما بتقولهوش حاجه خالص، ويكتشف ان هي كذبت عليه، بيدخل في مرحله اسمها الشك. وساعتها ما تعيشي في جحيم طول ايام حياتك، لان شك الراجل مميت، بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي لغه مهمه عند لغات الحب عند الاثنين. الخلاصه، عايز اقول احنا مسؤولين عن سعادتنا بعد الزواج، وان احنا نحافظ على الحب. ليه سموا الزواج اكليل؟ ليه سموا الزواج اكليل؟ عشان استشهاد بدون سفك دم زي ما بيقولوا. عشان شوك، في شوك بنضحي.
ماشي، ده برافو، فكرة حلوة منك عشان فوق الراس. اكليل اكليل الزواج سموه اكليل عشان هو اكليل الحب والجهاد والامانة. يعني في امانة. الراجل بيدي لمراته 3 حاجات: وعد وعقد وعهد. تمام؟ هي بتديه خضوع وطاعة وحب. هو بيديها وعد وعهد وعد. وعد بالصدق معاها، وعهد بالأمانة معاها، وعد ان هو يفضل محافظ عليها طول أيام حياته. تمام؟ عشان كده الزواج هو إكليل الحب، إكليل الجهاد، إكليل الأمانة. ليه بنقول ان عدم انحلال الزواج هو فكر كنسي؟ صح؟ وهو فكر طبيعي برضه. يعني هو قانون الطبيعة البشرية بيقول انه عدم انحلال الزواج بيدي امان نفسي للأسرة وللأولاد. تخيلي بقى انت نايمة ولا انت نايم وحاسس ان حد ممكن فيكم يسيب التاني، هيبقى فيها حياة فيها امان وفيها حب؟ فيها حياة وفيها رعب وفيها خوف. لكن لما يكون الوضع مختلف، ان انا مطمن ان باقي معايا، هيفرق جدا جدا جدا. طيب، قلنا ما تشجعيش. لو انت عايز تشجع مراتك تشجعها على حاجتين: اكلها وشكلها. اوعى تنتقدها في الحاجتين دول، احسن لك، دي نصيحة ليك. لان اوعى دول، الست لا تقبل النقد في الحاجتين دول. شفت بقى؟ دي طبيعتها. عشان ما تقولش اشمعنى، زي ما احنا بنقول اشمعنى الراجل. اوعى تنتقدها في حاجتين: اكلها وشكلها. لو انت قلت لها اكلك وحش والاكل مالح كل يوم من ده. احيانا في رجاله بتبقى بشويه ناقده، تبقى هي عامله له اكل حلو جدا ويجي يقول لها الشوربه ملحت ليه؟ يا عم ما تاكل وانت ساكت، ما يعمل لك اكل حلو وجميل. سيب الشوربه. يبقى انت اوعى تنتقدها في اكلها وشكلها. قول لها شكلك حلو النهارده. لو خدت رايك تقولهاش ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ قول لها على فكره انا بحب اشوفك بالفستان التاني، بالطقم التاني. طب الراجل تشجعيه على اكله وشكله؟ الراجل تشجعيه على افكاره، بتقول له ايه؟ تسلم دماغك يا سيد المعلمين. الرجاله تحب الحاجه، الدماغ دي متكلفه. ينبسط جدا 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 بالحاجات دي. تمام؟ قلنا ان لغه الحب الاولى عند المراه الحب نفسه، لغه الحب الاولى عند الرجل ايه؟ الاحترام. المراه تحب التفاصيل، الراجل مقل ودل. تمام؟ وحتى في الاهتمامات، اهتمامات الرجل تختلف عن الست. يعني مثلا تلاقي الراجل مثلا بيتابع الكوره، السياسه، تلاقيه مثلا عامل لايكات لجروبات السياسه والاخبار والحاجات دي كلها. دي تلاقي عامله مثلا لايك جروب الماميز، ستات مش عارف نواعم، مش عارف كل واحد ليه اهتمامات ايه؟ مختلفه. ان ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض مش نتعب بعض. وده اللي بيوصل لنجاح الزواج. هو جملتين: هي دي مراتك اقبلها زي ما هي، وهو ده جوزك اقبليه زي ما هو. يبقى كده وصلنا لايه؟ لنجاح العلاقه. طبعا ده جزء بسيط جدا، والموضوع اكبر من كده، يعني ده بياخدوا فيه كورسات ودورات وحاجات زي كده. بس انا كنت مبسوط معاكم، ونجاوب الاسئله بقى اللي حضراتكم بعتوها. ده مش اسئله، ده خطابات. طب هي بتقول لي سرا: سلام ونعم يا دكتور، ارجو قراءته سرا. طب ما انا هي ما قالتش انا هجاوب سرا. خليه معايا طيب. واحدة بتقول زوجي كثير الغلط وكثير الاعتذار، ويقول لازم نغفر، وكثرة الخطأ يعمل جرح عند المرأة. بص، هو أول حاجة طبعا كويس إن هو بيعتذر. يعني طبعا هو الغلط أنا جانب ضده تماما، بس طول ما هو بيعتذر يبقى في حاجة كويسة. امتى الراجل ما بيتغيرش؟ اللي ما بيعتذرش واللي ما بيعترفش بغلطه. تمام؟ فأنا أنصحك نصيحة إنك أنت تتعاملي مع زوجك ده بان انت تركزي على ما يعمله ايجابي. يعني هو ما دام بيعتذر قولي له انا واثقه فيك المره دي، انا واثق ان انت بتقولي له ايه يعني، طب ما انت بتغلط تاني وتالت وهتغلط المره دي، وكل مره بتصالحني وبتعمل اسوأ، هتلاقيه عمل اسوأ.
المره دي ادخلي معاه بتوقعات ايجابيه، لان انت باقي على العلاقه. وسؤالك جميل جدا، يعني برافو عليها. بتقول انا يعني بيعمل لي جرح، فهي بتشتكي شكوى. فانت ركزي على الجانب الايجابي، انه اقول له شكرا ان انت بتعتذر وده فارق معايا. وخلي بالكم كل ما بركز على الايجابي الراجل بيعمل ايه؟ بيجتهد انه يعمل ايجابي. لكن انت لما تقولي له مفيش فايده، ما انت كل مره بتعمل كده، انت بتحبطيه. لما بتديه مسؤوليه ان انت واثقه فيه، بيحصل ايه؟ بيبقى الوضع احسن بكتير جدا. ليه الراجل دايما نسخه عكس اللي في البيت؟ يعني بره البيت يتكلم بهدوء ويسمع ويشرح، لكن في البيت لا يتكلم ولا يريد ان يسمع. طيب احيانا الراجل يقول ايه؟ ودي بسمعها كتير، يقول لك عارف يا دكتور انا مفيش غير مراتي بس، الناس بره بتقول عليا ان انا ممتاز. عايز اقول لك ده المقياس الخاطئ. لان انت لما بتشوف نجم في التلفزيون، انت بتعجب بكاريزمة النجم، الشخصية دي ليست صورتك الحقيقية. لما تنزل في الشغل ويبقى في تعامل شوية عن بعد، بتبدأ صورتك تظهر شوية. طب العم والخال والقرايب اللي هم الدرجة الثالثة دول بيبقوا ايه؟ بتظهر اكتر. كل ما تضيق الدايرة كل ما بتظهر اكتر. الشخصية الحقيقية ليا ولأي حد فينا هو انت حينما لا يراك احد، وانت مع شريك حياتك. فطبعا الافضل ان هو يطبق الكلام ده في البيت، ان هو زي ما انت بتدي وقت البيت. الكتاب المقدس قال ايه؟ اذا كان انسان لا يهتم بخاصته ولا سيما اهل بيته، مش هكمل بقيه الايه انتوا عارفينها. فانا عايز اقول ان الاهتمام الاول هو اهل بيتي مش بره. هي صورتك الحقيقيه هي اهل بيتك. ايه الحل مع الراجل اللي مش بيحب يسمع مشاكل مراته، ومع مرور الوقت عندما يفتح الحوار مره اخرى لنفس المشكله يتهمها بانها نكديه؟ هو بس انا عايز اقول معلومه، يعني هي فكره ان احيانا الست بتعاتب كتير وبتشتكي كتير، وده نوع من الشخصيات السلبيه، ده نفسيا. يعني الشخص ايه الفرق بين الشخصيه الايجابيه والشخصيه السلبيه؟ الشخصيه الايجابيه هو الشخص المتفائل الممتن المرن. دول 3 حاجات، هما 5 صفات، هركز على ال3 دول. يبقى شخصيه ايه؟ متفائله، مرن، وايه تاني؟ ممتن، دايما يشكر. الشخصيه السلبيه هو الشخص الشكاي الكثير العتاب. فهو في جزء عندك وجزء عنده، ان هو دايما بتفتح الحوار كتير، ودايما بتتكلمي كتير، ودايما بتشتكي كتير وتعاتبي كتير. فالراجل بيفصل نفسيا، يعني الراجل بيفصل نفسيا من الموضوع ده، لان الراجل ما بيستوعبش ما تستوعبه المرأة. يعني حتى نفسيا المرأة ممكن يجي لها ديبريشن، اكتئاب. نسبة اكتئاب عند المرأة 80-20، يعني من 70 ل 80-20. الراجل لو احتمل ما تحتمل المرأة يموت. شفتوا بقى؟ فهنا اختلاف في القدرات الفكرية والعقلية. ان الراجل مثلا الست بتكون بتحب جوزها جدا، وممكن يموت وتفضل عايشة بعده 20-30 سنة، صح ولا لا؟ الراجل لو بيحب مراته فعلا ما بيكملش 3 سنين. لو مش بيحبها مش بيكمل 40. تمام؟ فهي الفكرة ان هو طبعا مطلوب منك ان انت يسمعك، بس انا عايزك تغيري طريقة التعامل، غيري طريقة الشكوى والتذمر الى طريقة المدح، وان احنا نفتح حوارات جميلة وذكريات حلوة. هتلاقيه هو يجي يسمعك. تمام؟ لان طول ما انت بتشتكي كل ما هو بيبعد اكتر، وطول ما هو بيشتكي من نكد كل ما هو يبعد اكتر. شكرا على المحاضرة، ربنا يعوض حضرتك. لو الأب كذب على البنت مرة ومبقاش عندها ثقة فيه، ازاي ترجع الثقة الاهتمام لما بيطلب بيترفض بتحس انها شحاتة؟ يعني بتحكي عن قصة بنتها. أول حاجة للأسف الثقة من الحاجات الصعبة انها ترجع. طبعا يؤسفني ان انا اقول لكم كده، لأن الثقة دي زي الورقة دي، لو انا عملت لها كده مش صعب ان هي ترجع تبقى مفرودة. أحيانا بيبقى الأب كارت اتحرق، فالبنت هنا محتاجة علاج نفسي.
عشان تتعافى، لان ده هيعملها اسقاط في مشكله في الكذب مع الرجاله عموما، فمحتاجه ان هي تاخد جلسات علاج نفسي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو طبعا الاب محتاج ان هو علشان يصالح بنته لازم يعترف بالخطا، ما يبررش هيقول لها كذبت عشان كذا، لا هو لازم يجي يقول لها انا فعلا غلط. مع استمرارية الصدق والاختبارات الكتيرة هترجع الثقة تدريجيا. تمام؟ بس ده حسب عوامل كتير جدا، حسب تأثير الكذب في البنت، حسب الموقف، هل هو أذاها نفسيا، حسب نفسية البنت. كل دي عوامل بتتحدد عليها ان البنت ترجع تثق في باباها ولا لا. وبتقول اهتمام لما بيطلب بيترفض بتحس انها شحاته. طبعا انا ضد، انا زي ما انا قلته بالظبط كده. انا بتكلم عن الاهتمام اللي بيطلب وبيتقابل باحترام وتقدير، لكن لو مش بيطلب، لو بيطلب وبيتقابل بتحقير، لا ما تطلبهوش تاني. تمام؟ عموما انا هقول السؤال هو الاجابه كده كده يعني. هي حد بيتكلم عن الاكتئاب وادويه وحاجات زي كده، والحاجات دي طبعا لازم يعني محتاجه دكتور، لان دي حاجه ما ينفعش ان احنا نجاوب فيها على السؤال. الدكتور ليه تاريخ مرضي وحاجات زي كده يعني، مش اسئله تتجاوب على العام. انا سعيد جدا. لو حد عايز يسال سؤال، في اسئله نسيتها ولا حاجه؟ لا. لو حد عايز يسال سؤال مباشر يتفضل. ازاي ابطل ايه الغلط؟ انقذ الغلط. بصي، الانسان الذي التربيه المبنيه على النقد والعلاقه المبنيه على النقد هي اكثر علاقه بتفشل. يعني احيانا زوجي يقول لك ايه، انا بنقدها ليه؟ عشان عايز مصلحتها. هي بتقول انا بنقده ليه؟ علشان عايزاه يبقى كويس. انتوا الاتنين غلط، انتوا الاتنين بتبوظوا بعض. تركيزك على البنت. فاكرين انا قلت لكم المره اللي فاتت المدرسه السلوكيه بتاعت العلاج النفسي قالت احنا بناخد سلوكين، سلوك بيتقابل ببانش وسلوك بيتقابل بايه؟ بريورد، مكافاه. لو انا عملت سلوك بنتي وقالت ونظمت الاوضه وجت قالت لي شايفه يا ماما الاوضه اتنظمتها ازاي، وجت ماما قالت لك تعالي اوريكي طريقه نظام الاوضه، المفروض ده يبقى هنا وده يبقى هنا وده يبقى هنا، السلوك حصل له ايه؟ توقف للابد. ده اللي انت بتعمليه او اللي حضرتك بتعمله لما بتنقد. النقد بيزيد المشكله تعقيدا، والتشجيع بيطلع احسن ما عندك. اعود نفسي ان انا اركز على ما هو ايجابي، اشوف الايجابي اذكره، السلبي كاني مش شايفاه. مع مراتي، مع جوزي، مع اولادي. التربيه الايجابيه تربيه ناجحه. اخر قصه اختملكم بيها. عارفين بنيامين ويست الرسام العالمي؟ بنيامين ويست الرسام العالمي كان عنده 6 سنين، وبعدين لما كان عنده 6 سنين راح مامته نزلت وكانت سايبه ازاز حبر فوق المطبخ. الولد طلع كده واتشعبط فوقع ازاز الحبر. ما اكتفاش بكده، راح جاب فرشه وراح رسم الحيطه كلها. الحيطه دي رسم عليها ورده، الحيطه دي رسم عليها موزه، الحيطه دي رسم عليها برتقانه. فالمهم بقى ايه، ولقى اخته الصغيره عندها 4 سنين، راح وقفها على الحيطه ورسمها على رخامه المطبخ. جات الام بصت لقيت البيت كله الوان. تمام؟ المهم الولد استخبى ورا الباب. فالمهم هو بيقول لها ايه، يعني بيقول لها جو سوي ديزولي، انا قلتها كده صح، اسف يا ماما. فهو الولد عملت نفسها مش سامعاه، وراحت دخلت ايه الرسمه الحلوه دي، ايه الورده الجميله دي، ايه الحاجات الحلوه دي. فراحت قالت ايه ده، هو انا مربيه فنان؟ طبعا الولد واقف ورا الباب. فراحت قالت مين الفنان اللي رسم الصوره دي؟ راح طلع، طبعا لو انت ايه ده تمويه اطلع. تمام؟ فقال لها ايه؟ قال لها انا يا ماما. انت طبعا ننوس عين ماما، حبيب عين ماما، تعال. راحت خدته في حضنها وبسته. شوفوا بقى الحته، ملخص حياه بنيامين ويست قاله في جمله واحده بس. قال القبله
التي جعلتني رساما عالميا. قبلة مامته هي التي جعلته رساما عالميا. شفتوا فرق التشجيع؟ إذا أنا بوقف كم سلوك إيجابي من أولادنا من أول ما بياكل بالمعلقة لوحده وهو عمره 2 سنين، وأنت تقول أصل هو يبوظ السجادة وتمنعيه فيتوقف السلوك، وتورثوا لأولادكم نفس التربية الغلط اللي أنتوا تربيتوا عليها وفاكرين نفسكم إن أنتوا بتربوا صح. نعم؟ ده مش سلوك غلط، ده طبيعته. هيطلع مهندس، هيطلع نجار. فده هو خرم الحطب ايه الاول بس عايزين. لا انا مش بتكلم على اللي بيخرم الحيطان، دي مستدلين في العالي. انا عايز اقول برضو لا، طبيعة الطفل انه ليس لديه لوجيك منطق، فهو ما اكتسبش المنطق. عشان كده لو انت دخلتي بحاجة بلعبة، ابنك اللي عنده 4 سنين يقول لك دي بتاعتي انا. ليه؟ لانه لم يكتسب المنطق اللي عنده. فانت تعاملي معاه بمستواه الصغير. اعمل ايه في السلوك السلبي؟ اتجاهله واشجع الايجابي، لان دي طبيعته. في مره واحد كتب جواب اعتذار لابنه، قال له يا ابني هو كان عنده 3 سنين، قال له كنت انا اسف لان انا كنت بعنفك كتير وبطلب منك الهدوء ودي طبيعتك، وطلعت انا المش فاهم. الابن اللي هو بيبقى هادي ومش بيعمل شقاوة ما تفرحش بيه، افرحي بالطفل الاكتف اللي بيتحرك واللي بيتشاقى. بس من فضلك ما تشخصوهوش بقى وتقولي عنده فرط حركه واي دي اتش دي، زي ما الناس بتجي لنا تقول لك دكتور انا عندي اي دي اتش، ابني عنده اي دي اتش دي فرط حركه. ممكن تروح لدكتور وتشخصه فرط حركه ويطلع له ادويه ويضيع الولد. فخدوا بالكم من التشخيصات. الست اللي بتدور كده وتشغل دماغها على النت وتشخص ابنها وتشخص جوزها وتشخص نفسها، دي بتبقى الله يكون بعونها وبعون اللي حواليها. موضوع التربية موضوع كبير، إن شاء الله لما يكون عندنا كده فرصة تانية نتكلم في التربية وإزاي نربي أولادنا وإزاي نتعامل بمرحلة المراهقة. ده موضوع كبير جدا يعني. تمام؟ كل سنة وانتم طيبين وشكرا جدا ليكم يعني، شكرا خالص. ميرسي. لا خالص، أنا ببقى مبسوط معاكم جدا 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 جدا. ما تجيش يوم الحد اللي جات لك مخصوص.